لكن تحيط بها الكثير من التفاصيل، كثير من الكواليس اللي المؤكد هتتكلم النهارده. حسب السؤال. لا السؤال جاهز. السؤال جاهز. طيب ماشي. عموما هي زي ما قلت لكم حلقه تضرب في كذا اتجاه، بمنتهى المهنيه، بمنتهى المسؤوليه، بمنتهى الحرص على المصلحه العامه، ومنها ايضا مصلحه الاهلي وجماهيره. هناك في هذه الفقره او في هذه الحلقه 8 عناوين: الصفقات، كواليس وحكايات، وقالوا كمان غسيل اموال. نعم، في حاجه غلط. شكرا كوليبالي، البدايه فيتا والمكاسب عديده. الف مبروك يا اهلي بعضمة لسانه. واخيرا المجري قطار الشرق السريع. فقرات مهمه، نتمنى ان شاء الله ان الوقت يسعفنا لمناقشه كل ما في هذه الحلقه من تفاصيل مهمه. النهارده نادي الترجي الرياضي التونسي بيعلن عن تلقيه قرار من الاتحاد الافريقي بفرض عقوبه اداء مباراتين بدون جمهور، تنفيذا لقرار عقابي بشان ما حدث في مباراته مع الاهلي من اعتداء على حافله الاهلي في تونس واصابه هشام محمد وما صدر عن جماهير الترجي. يا فرحتي يا فرحتي، الاهلي يتعمل له جلسه ويعلن عقوبات قبل المباراه، ويوجه اللوم لمدربه ويتلقى العقوبات ويفرج عن عقوبات للترجي قبل المباراه، ويلعب الاهلي تحت الحصار وتحت الاعتداءات، ولكن العقوبات يستفيد منها الاخرون. يستفيد منها بلاتينيوم ستارز واورلاندو بيراتس الجنوب افريقي، مباراتيهما مع الترجي التونسي في تونس هيكونوا بدون جماهير بعد شهرين من هذا الحدث اللي صاحب مباراه العوده في الدور النهائي. وزي ما المهندس عادل قال، طيب يا فرحتي انا مستفيد ايه؟ لانه قياسا على ده ما وصف باحداث مباراه الذهاب صدرت بشانها عقوبات قبل مباراه العوده، والنهارده بعد شهرين بيتم البت في احداث نتج عنها اصابه لاعب ب8 غرز في وشه هشام محمد، لو تفتكروا حضراتكم، في واقعه شديده في اي مكان اخر بتعيد مباراه. صحيح. لكن انا عايز اقول حاجه بقى. مش عايزين خلاص، ما حدث حدث، واستفاد من دروس الماضي، وما نسيبش حد يعكر صفو العلاقه اللي كانت مميزه جدا، وارجو ان تستمر. الاهلي خلاص بيلتفت للامام وبيسير في طريقه في دوري الابطال. بدأ دوري المجموعات بدايه موفقه